طيب، بعد هذه الحفريات وفتح شهية الكلام نعطي الفرصة للحضور الكريم وللهيئات الصحفية لمداخلتها أو أسئلتها. والقراءة العادلة وفيها إضافات للواقع السياسي في المغرب وكذلك حزب الأمة. وعن حزب الأمة قررت عدم الدخول في مسيرة النقد لأنها لم تشير إلى أي نتيجة إيجابية. قررتم كذلك مقاطعة الانتخابات، قررتم إعادة تأسيس حزب الأمة. هذه المرة ما هي الضمانات التي تعتقدون أنكم بسببها ستحصلون على ترخيص مرة أخرى لحزب الأمة؟ ألم تقعنا مرة أخرى في فخ عدم التوصل بالإيداع والوثائق غير المكتملة؟ أتساءل عن الضمانات التي اعتمدتوها لإعادة التأسيس ولطلب الترخيص من جديد لحزب الأمة. ومع يعني السادة الأساتذة النقباء والمحامون حتى نكون يعني في حذر مما يمكن أن تصوروا معي أننا نريد أن نؤسس حزب ويجب أن نقوم باحتياطات وأن نبحث عن ضمانات. هذا لوحده كافي لأن نقول يعني أي مغرب تريدون، أي ديمقراطية تريدون، أي توجه سياسي وتريدون لهذا البلد. لهذا نحن سنحاول أن نتخذ من التدابير القانونية ما يكفي، أن نكون على اتصال مستمر ومتواصل مع هيئة الدفاع، وأن نتخذ كل الاحتياطات اللازمة لكي لا نقع مرة أخرى في فخ قوى ومهندسي إعاقة الديمقراطية. نعم، والإعلام طبعا تحت رقابة الإعلام. شكرا. السؤال: العمل السياسي مش بالضرورة في هذه المرحلة من ما بعد الشهيد البوعزيزي ما بقاش في الضروره كيخصو هاد المسائل اللي ذكرتي. الساحه اصبحت ساحات، ونعلم ما حصل في جوارنا وفيما هو ابعد. الساحه هي الشارع، مقاطعتنا للدستور اللي سمته حركه 20 فبراير على حق دستور العبيد، مقاطعتنا للانتخابات اللي هدف من وراءها المخزن يخلق واحد البارشوك سياسي يحمي نفسه ويخلي المعركه بانها مساله غير سياسيه بين احزاب، في حين حنا كنشوف بان ازمه نظام. انتهى عهد الوصايه على الشعب، انتهى عهد العبوديه. هذه مرحله ديال الشعوب كيخص تاخذ القرار ديالها بيدها، ونحن لسنا بدعا من هذه الشعوب التي تحركت. ليس هناك اي تعارض بين نقاطعوا وبين اننا نأسوا، بل في الديمقراطيه الحقيقيه الامتناع عن الانتخاب أو عن كذا كذا حق، والتأسيس حق. لا يجب أن يمن علينا أحد بهذا الحق. نحن لا نشحذه ولا نتسول، هذا حقنا غننتزعه، ولهم أن يختاروا. إما غناخذوا حقنا بالمساطر اللي هي قانونية وسياسية وتوافق عليه العالم أجمع، إما غادي نأسوا كيف ما أسست قوى أخرى تمنعت 20 سنة و30 سنة في جوارنا وفي مصر. شكرا. أنا فقط أضيف إضافة لهذا الأمر، هو أنه في السويد في الدستور السويدي وفي القانون الانتخابي السويدي أنه حينما تكون المقاطعة مرتفعة يعني يؤخذ بعين الاعتبار وتلغى الانتخابات. نحن نقول للذين يريدون المشاركة في الانتخابات: بمشاركتكم في هذه الانتخابات إنما تعطون معنى لهذه العملية السياسية الفاسدة. نحن نقول بالعكس، يجب أن يعرف المخزن بأنه هنالك مرحلة جديدة في الأمة، لا يمكن أن نتصور استمرار الأمور كما كانت عليه. كاين ما قبل الشهيد البوعزيزي وكاين ما بعد الشهيد البوعزيزي، وإذا أردنا أن نؤرخ تاريخا مغربيا ما قبل 20 فبراير وما بعد 20 فبراير. نحن نريد أن نؤسس لدولة الحق والقانون، دولة مدنية ديمقراطية بقواعدها، وآنذاك يمكن أن نتكلم عن التبرير الانتخابي. للأسف ربما لم تحضر معنا منذ البداية يا سيدي. 80% من المغاربة هم خارج التغطية الحزبية،
في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2007 يعني 25% هم من شاركوا فعليا في الانتخابات، عطاوهم 37%، ولكن الأرقام التي قدموا لنا كاين الأصوات الملغاة وكاين عدد غير المسجلين في اللوائح الانتخابية كتعطي 18%، بمعنى 80% كانوا خارج المشاركة الانتخابية عن أي انتخابات. إذا لا يمكن احنا نتكلم بلغة الأرقام. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا نرى فائدة وقيمة للمشاركة اليوم في الانتخابات. أنا أطرح سؤال أساسي: ما هي المصلحة الوطنية اليوم؟ المصلحة الوطنية اليوم في السياق الإقليمي والدولي اللي كاين هي أن تقوم الديمقراطية الآن. مش غنبقاو نتساينوا حنا 20 عام نديروا انتخابات عاد نديروا كذا، اليوم وليس الغد. يجب الآن أن تقوم الديمقراطية في المغرب. من 98 حتى 2007 احنا في الانتقال الديمقراطي، بعد 2007 مازال احنا في الانتقال الديمقراطي، والآن في 2011 نؤسس لمرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي. هل هذا هو العطاء التي نعطي للجماهير الشعبية المغربية؟ هل هذا هو العطاء؟ يعني يجب أن يتعظ هؤلاء القوم مما جرى في تونس وفي مصر وما يجري في داخل الأمة. الشعب المغربي ليس بدعا في هذه الأمة الشريفة. الشعب المغربي قادر على أن يغير المعادلة، ثقوا بأنه قادر، يصبر، ولكن سيأتي وقت قد يندم ولا قيمة للندم حينها. للأسف الشديد نحن اليوم حينما نقاطع نحن نريد أن نشارك. في 2007 كنا نريد أن نشارك ومنعونا، وكانت جمعية 2007 دابا، وحاولوا أن يقنعوا المغاربة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، ومع ذلك كان هناك حزب سياسي جاهز لوحزب الأمة باغي يشارك. حتى كاع سيدي ولو كنا ما دفعناش الأوراق، على تقدير أننا لم نقوم بدفع الأوراق القانونية، كان عليهم أن يرتبوا معنا ويتفاهموا معنا لكي نشارك في الانتخابات. منعنا من حقنا. القضية ليست قضية انتخابات. يجب أن تعلموا أيها الأحبة أنه ملي جات 20 فبراير الحراك السياسي والشعبي، ما الذي حصل؟ المخزن وفريق عمله مهندسي إعاقة الديمقراطية والقوى المرتبطة به بدأوا يبحثون عن سبل وعن طرق لإخراج أنفسهم من هذا الحراك الموجود في المغرب. الذي حصل هو أنه تم التجاوب مع يعني الشكلي مع مطالب الشارع إصلاح دستوري، ولكن في الجوهر لم يتم التجاوب. يعني ما أسميه باستراتيجية التهدئة والاحتواء. أنتم تطالبون، نحن نستجيب وتستمر المسيرة. الأمر ليس كذلك، لم تفهموا. وكما قلت في السابق أقول لمهندس إعاقة الديمقراطية: إنكم تخطئون السياسة، تخطئون السياسة، تخطئون السياسة، لأنكم مستمرون في نفس النهج السياسي القديم. هي خداع الشعب المغربي. يجب أن تدفعوا مستحقات الديمقراطية إذا أردتم السلم المدني والسلم الاجتماعي والسلم السياسي. لا سلم سياسي، لا سلم اجتماعي، لا سلم مدني إذا لم تعطوا المغاربة وتستجيبوا وتلبوا للمغاربة مطالبهم العادلة في الحرية وفي الكرامة. ما معنى أن نتكلم اليوم عن الإصلاح وهناك معتقلون في السجون كانوا معنا في نفس الملف واتهمنا نحن بأننا نحن هم الزعماء ديالهم؟ ما معنى الإصلاح وهناك عناصر حولها اعتراضات شعبية واسعة في مراكز القرار السياسي والأمني؟ عن أي إصلاح يتحدثون؟ ما معنى الحديث عن الإصلاح وهناك أناس يطرحون أسئلة كبيرة، مثلا نموذج أحمد بن الصديق، يعني نموذج حول المشاكل الحكامة في البلد، ومع ذلك لا يتفاهم معهم ولا يبحثوا ولا يكشفوا عن الحقيقة فيما طرح. هل هذا هو المغرب الذي سنشارك فيه؟ أية انتخابات هاته؟ أية حقيقة انتخابية هاته؟ نحن نقول للإخوة للذين يشاركون اليوم سؤال واحد: ما هي مصلحة المغرب اليوم؟ هل هي في مشاركة في الانتخابات أم في مقاطعتها؟ ليفهم المخزن بأنه لا شيء يسير. ملي كتشارك في الانتخابات اش كدير؟ كتبين المخزن بأن كل شيء غادي مزيان، الأمور غادية مزيانة. حنا خصنا نفهموا المخزن، ربما ما فهمش بأنه حتى حاجة ما غادية في هذه البلاد مزيانة. هذه إلا بغينا نتكلموا حتى بالخلفية الإسلامية، هذه هي المصلحة الشرعية الراجحة. وإلا بغينا نتكلموا باللغة السياسية، هذه هي المصلحة السياسية الوطنية، هي أن نقاطع الانتخابات وبالفم المليان. وشكرا. تفضل. إلا سمحوا الإخوة غير واحد الصياغة اللي تيصيغوا الإخوة في هذا الشأن هذا بالنسبة للأخ اللي يسأل عن المشاركة.
في الحقيقة المشاركة ماشي بالضرورة المشاركة في الانتخابات، لأن هذا عاوتاني هو تقزيم للمشاركة والفعل السياسي. نحن نتحدث عن فعل سياسي، نحن نشارك بالمقاطعة، لا الدستور ولا الانتخابات. هذه مشاركتنا، ماشي كاينه واحد النوع ديال المشاركة في الحياة السياسية هي أن تشارك في المؤسسات المزورة وأن تشارك في سياق مزور عاد باش تتسمى مشاركة. احنا راه مشاركين الآن بالمقاطعة والسلام. شكرا. تفضل. اسم كريم. تحدثتم بلغة الأرقام وقلتم أن 80% من الشريحة من المغاربة ليس لهم اهتمام بالسياسة ولا تغطية سياسية. فأسأل أن كيف لحزب الأمة أن يشاركوا بفعالية في إعادة 80% من الشريحة من الشعب المغربي إلى هذا العمل السياسي؟ سيكون حزب الأمة فضل كبير لإعادة هذه الشريحة إلى العمل السياسي. ثانيا أتساءل هل كانت لليمين الإداري كما سميتموه هل قدم لكم عروضا وبرفضكم بعض العروض وبرفضكم لها على أساسها دخلتم خلوكم من السجن واعتقلوكم ومنعوا حزبكم من العمل السياسي؟ شكرا. المهم بإيجاز في الحقيقة أنا في العرض راه واخا تكلمت بسرعة لأنه كان علي أن أحترم الوقت لكي نستمع لكم. احنا قدمنا بعض الأجوبة حول هذا السؤال. حول هذا السؤال ندندن جميعا 80% كيف نستعيد 80% من المغاربة إلى التغطية الحزبية. هذا هو دورنا. احنا اليوم نقول بأنه نسهم في هذه التغطية من خلال القيم والأفكار والعناوين التي نطرح. من الأمور اللي طرحنا قضية ديال تحصيل الانتماء السياسي، بمعنى أن نعيد تعريف ماذا يعني أن أنتمي إلى حزب سياسي. هل انتمائي إلى حزب سياسي يعني أن أكون وكيلا للائحة، أن أكون برلمانيا، أن أكون مستشارا أو وزيرا؟ لاحظوا ما يجري اليوم، حروب ومعارك على وكلاء اللوائح وعلى الاستوزار وعلى غيرها من الأمور. نحن هذه الأمور غير معنيين بها. نحن صحيح ماشي معنى غير معنيين بها بمعنى، ولكن نحن نقول بأنها تأتي في الدرجة الثانية بعد القيم بعض المبادئ، بمعنى حينما نكون نعرف ماذا يعني الانتماء إلى الحزب والعمل السياسي، حينها نستطيع أن نعيد بعض الثقة للناس. ملي ما نبقاوش كنكذبوا على الجماهير الشعبية، ملي نتلاقاو مع المخزن في وزارة الداخلية نقول كلام وحينما نخرج نقول كلام آخر إلى غيرها من الأمور. حينما نغالط الناس، حينما نكرس واحد الثقافة انتهازية في وسط المجتمع إلى آخره. أما عن المساومات أو العروض التي تلقيناها بكل صراحة، وزارة الداخلية وفي إحدى اللقاءات حضر معنا بعض الإخوة في لجنة دعم حزب الأمة كانت لا تريدنا أن نؤسس، وكانت تماطل وكانت تريد أن تربح الوقت. لماذا؟ لأنه في نظرهم وفي نظر مهندسي إعاقة الديمقراطية كانوا قد دبروا الخطة الكاملة للانتخابات. الانتخابات التشريعية ديال 2007 كانوا قد تم تمامها واستوت، معروف النتائج، معروف الخارطة الهندسة الإجمالية، وبالتالي دخول حزب على الخط قد، وإن كنا نحن لا نهدد المعادلة السياسية والانتخابية، ولكن هم لا يريدون تشويشا، لأنهم هم يرفضون اللعبة المفتوحة. اللعبة الانتخابية في المغرب لعبة غير مفتوحة، هم لا يريدون انتخابات غير معروفة النتائج. في فرنسا حتى الدقيقة، حتى الثامنة من اللي كيبغيو يعلنوا، من اللي كيحيدوا ذاك الراية الفرنسية، عاد كيتعرف من اختاره الشعب الفرنسي رئيسا. نحن نعرف النتائج قبل، بل هنالك أنا صرح لي كثير من الناس من هؤلاء الذين بأنهم حينما يريدون أن يترشحوا في الانتخابات يقولون لهم عليكم أن تغيروا هذه المنطقة لأن فيها فلان، فلا تضيعوا وقتكم هناك وأن تذهبوا إلى مكان. هذه هي الحقيقة المرة عن أي انتخابات عن أي. فلهذا هم فعلا حاولوا أن يساومونا بعدم التأسيس وبالدخول في أحزاب سياسية قائمة. قلنا لهم لو وجدنا أنفسنا في الهوية السياسية والفكرية والاستراتيجية والتنظيمية وغيرها لهذه الأحزاب لما أسسنا. نحن قضينا مدة طويلة في البحث عن إطار نشتغل من خلاله. راحنا قبل 2005 وحنا كنشتغلوا، هل نجد إطار نشتغل من خلاله؟ للأسف الشديد لا نقول بأنه المنطق ديال الأم يصب أحسن، نحن نرفضه. نحن نقول بأننا حزب من الأحزاب،
التي تريد أن تكون شريفة. نحن نقدم التزاماتنا من الآن، وللرأي العام وللشعب أن يحكم لنا أو علينا. نحن بطن الأرض أولى لنا من ظهرها أن نقول حتى المفاهيم التي قلنا بأننا نريد حزب يفعل ما يريد، يقول ما يفعل ويفعل ما يقول. هذا هو اللي خلق لنا 4%، 80% خارج التغطية. هذا هو اللي خلقها، لأن الأحزاب حينما تلتقي بالشعب تقول، وحينما تلتقي مسؤولي معامل وزارة الداخلية تعطي كلاما آخر وتقدم صيغ أخرى. لهذا نحن كنا واضحين. حينما سئلت ربما إحدى الجرائد الوطنية قالت لي ما هي التسويات التي فرضت عليك؟ قلت له هنالك نوعان من الأمور، إما توضيحات لخطنا الفكري والسياسي وإلى آخره، نحن جاهزون، وقد طلبوا منا فعلا يعني ما هي العلاقة بين الدين والسياسة، وإحنا جاهزون حتى مع إخواننا في اليسار، نحن جاهزون للتوضيح وغيرهم جاهزون للتوضيح كيف نفهم هذه العلاقة، بأن الدين لا يعطينا أي قداسة. نحن مثل أي مواطن مغربي، الدين لا يعطينا أي قداسة، سياستنا هي اجتهاد يخضع لقانون الخطأ والصواب. أن الدين لا يعطينا أي قداسة ولا يعطينا أي شيء. نحن كباقي الناس، كباقي المواطنين المغاربة، طلبوا منا هذا قدمنا لهم. أما أن يتعلق الأمور بتسويات خارج ما يقتضي القانون، بحال نصيفطوا شي رسالة لشي جهة معينة ولا نطلبوا العوين من شي، هذا الشيء نحن نرفضه ونقولها وبالفم المليان. في هذه المرة سنكون أكثر صرامة وأكثر وضوح ومستعدون لأن نقدم مرة أخرى حريتنا، وأن نقدم أيضا دماءنا إذا لزم الأمر، من أجل أن ننتزع حقنا، لنقول بأنه هناك طرق أخرى للفعل السياسي الحقيقي. الفعل السياسي الحقيقي يبتدئ في البداية، من صلحت بدايته صلحت نهايته. لو كان قبلنا بهذا الشيء اللي قالوا لنا كان عطونا حزب. وقد جاءني أحد المسؤولين المتنفذين وقال لي القضية ديالكم بسيطة، ديروا غير بعض الإجراءات وراه غيتفاهموا معكم. ورفضنا تلك الأمور، لأن احنا بالنسبة لنا كاين أشياء سيأتي وقتها لنقولها وبوضوح، فالآن لا داعي بأن هذا. فلذلك أنا أتمنى أن نساهم. نحن لا ندعي شيء، نحن الآن نقول بأننا سنحاول وسنعمل وسنبذل جهدنا. ما خصنا نفرقوا ما بين السياسة وما بين السياسي. الفاعل السياسي قد يخطئ، ولكن القيم السياسية هي فوقنا. فحينما أخطئ كفاعل سياسي ماشي معناه القيم السياسية اللي كنناضل من أجلها هي غير صالحة، لا، حنا كنخلطوا ما بين القيم السياسية وما بين الفاعل السياسي. نحن قد نخطئ، ولكن القيم التي نقولها اليوم نحن مؤمنون بها وهي الحقيقة وسنناضل من أجلها. حنا نريد أن نعطي معنى ومعقولية للسياسة والعمل السياسي، ماشي كما جاري هو اليوم خداع الشعب المغربي وخداع المغاربة. لهذا مرة أخرى نقول بأنه إذا أردنا أن تقوم للمغرب قائمة فلا نضيع هذه الفرصة التاريخية التي أمامنا. 20 فبراير والحراك داخل الأمة، هذه لحظة تاريخية أساسية أيها المغاربة لكي نصنع المغرب الجديد، مغرب الديمقراطية، مغرب الحريات، مغرب المواطنة، مغرب المؤسسات. أما إذا أردنا أن نستمر في مضيعة الوقت فسنستمر ولن يتحقق شيء بهذا البلد. شكرا. تفضل. الجهة التي لا تريد أن نشتغل كما يشتغل كل القوى السياسية معروفة، وهي التي تتعب المغاربة، هي التي أتعبت المغاربة ولا زالت تتعبهم، وهي جهة معروفة. وفي الحق أنا لا يشرفني حتى أن أسميها لأنها لا تستحق. كنت دائما في كتاباتي لا أهتم بالأشخاص ولا بالأشياء، أنا أهتم بالأفكار، ولذلك لم أهتم في حياتي ربما إذا كانت هناك ضرورة نذكر هؤلاء. أنا أقول الجهة هي معروفة، هي التي عرقلت تأسيس حزب الأمة، هي التي تدخل الناس إلى السجون، هي التي تضعف وتحاول إضعاف القوى السياسية الوطنية. هي مثلا في التجربة ديال التناوب، هل نشك بأنه كانت هناك إرادة سياسية صادقة؟ لم تكن هناك إرادة سياسية صادقة، لم تكن، بالعكس كانت هناك إرادة سياسية صادقة، ولكن هذه الإرادة السياسية الصادقة اصطدمت بقوى لا تريد لهذا البلد أن ينتقل إلى الديمقراطية، وهي معروفة. ولذلك خرج السي عبد الرحمن اليوسفي آسفا متأسفا على تلك التجربة، لأنه وجد أمامها أوصاد ووجد أمام ما كان يتطلع إليه عراقيل إلى آخره. نحن نقول اليوم أيها الإخوة، هؤلاء الناس يضيعون وقتهم ويضيعون وقت المغاربة ويضيعون أيضا وقتهم. عليهم أن يفهموا شيء واحد،
أنهم إذا لم يدفعوا يعني مستحقات الديمقراطية فلا هدنة ولا سلم اجتماعي أو سياسي في هذا البلد. في مسألة ديال الثقة، أنا في الحقيقة لست أدري هل حضرت معنا، يعني احنا تكلمنا يعني على واحد العدد ديال الأمور ندعي ونتطلع إلى تحقيقها في هذا البلد، هي عبارة عن ضمانات. أنا قلت هناك 5 ضمانات أساسية هي مطروحة عبر المصلات. هنالك المضمون الفكري والسياسي، وأقول بأن هذه مسألة أساسية. هنالك في المضمون أيضا الفكري والسياسي كنأكدوا على معنى الانتماء إلى الحزب. ماذا يعني الانتماء إلى الحزب؟ الانتماء إلى الحزب ليس أن تكون وكيلا على اللائحة، ليس معناها أن تكون صاحب نفوذ، ليس أن تكون بالضرورة وزيرا أو غير ذلك. الانتماء إلى الحزب هو أولا تكليف في الوقت، تكليف في المال أي المساهمة، وتكليف في الإبداع الفكري. ما يمكنش واحد يكون في حزب لا يسهم، خصو يحاول يسهم، يجب أن يشغل دماغه لينتج الفكرة وينتج هذه هي الأمور التي نحاول أن نزرعها اليوم. هنالك قضية ديال التربية والتكوين أيضا ضمانة أساسية، قضية ديال الالتزامات والمواثيق التي نحرص على أن تكون التزاما وميثاقا لكل واحد، لكل عضو أو عضوة داخل الحزب، أن نقدم النموذج وأن نكون القدوة. بهذا ربما قد نعيد الثقة إلى المغاربة. كاين هناك استطلاع للأسف الشديد لم أجد الوثيقة وكنت أتمنى أن أوزعه عليكم، يشرح هاتي 4% ديال السياسيين المغاربة الذين يثقون في السياسيين. معناها 96% من المغاربة لا يثقون في السياسيين المغاربة. ماشي في كل السياسيين المغاربة، في بعض السياسيين المغاربة، ماشي في أكثريتهم، ربما الأحزاب الإدارية وفي أحزاب اليمين الإداري وأحزاب المخزنية، وهذه القوى التي بدأنا نراها اليوم كيف تتحالف وتتجمع إلى آخره، بمنطق أنها تريد أن توهمنا بأننا بصدد بناء أقطاب. الأقطاب أو القطبية السياسية تتبلور حينما تكون لدينا ديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة تتأسس أو تستند إلى دستور ديمقراطي. اليوم ما عندناش هذا الشيء، ولذلك اليوم لا نستطيع أن نقيس من هو الحزب الكبير ومن هو الحزب الصغير، يستحيل، هذا كلام فارغ لا أساس له. الحزب الصغير والحزب الكبير نستطيع قياسهما حينما تكون لدينا أداة لقياسه. اليوم ليست لدينا أداة لقياس هل هذا صغير وهل هذا يمثل وهل هذا لا يمثل. اليوم لدينا انتخابات أغلبها مزورة، وحتى إذا لم تكن مزورة فهي ليست نزيهة، ربما غير مطعون فيها كما حصل في انتخابات 2002. أنا أميز بين انتخابات نزيهة وانتخابات غير مطعون فيها. في الانتخابات ديال 2002 كان هناك توافق، لأن أول انتخابات في العهد الجديد، عهد الملك الجديد، فبالتالي كان يجب أن يكون هناك نوع من، ولكن أنا أقول بأنه في 2007 بانت عاوتاني أشياء أخرى، ورجعت حليمة إلى عادتها القديمة، وبدأنا نجد المال ونجد كثير يعني من الأشياء. لهذا كانت انتخابات غير مطعون فيها. أما تاريخ المغرب هو تاريخ كما قلت، هو تاريخ الانتهاكات الجسيمة للإرادة الشعبية. تاريخ الانتخابات في المغرب هو تاريخ الانتهاكات الجسيمة للإرادة الشعبية. انتهكت الإرادة الشعبية في كل استفتاء وفي كل استحقاق انتخابي. دلوني على انتخاب واحد كان انتخابا نزيها. راه النزاهة كتبدا من البداية، لا تداول بدون متداولين. ما يمكنليش نتكلم أنا على التداول السياسي وما عنديش متداولين، أو أسمح لبعضهم وأمنع بعضهم. هل هذا تداول؟ لا معنى للتداول إذا لم يكن هناك تكافؤ للفرص. هذا كنعطيه التلفزة يدير فيها ما بغى، ما معنى أن الأحزاب اللي تأسست شحال هذه عندها الحق تتكلم أكثر من غيرها؟ هذا غير صحيح. حنا نأسسوا الديمقراطية ونعطيو الناس الوقت ومن بعد نديروا العتبة. وحتى مشكل العتبة ليس مشكلا في حد ذاته، المشكل ديالنا هو مشكل ديال النزاهة. احنا محتاجين القانون النزاهة وثقافة النزاهة. لهذا أرجع فأقول احنا قدمنا ضمانات، ميثاق الجودة أيضا. نحن نقول بأنه سنقيس أعمالنا من خلال مؤشرات، يعني واش احنا عندنا جودة ولا ما عندنا جودة. جودة في التواصل مع الناس، مع المواطنين، مع الرأي العام، مع الصحافة. هل نحرص على التواصل معهم أم لا؟ احنا هذا أكثر من هذا. أنا في بحث كنت قد نشرته، وربما كان واحد من الأسباب ديال الاعتقال ديالنا بعد الانتخابات ديال 2007 ويمكن أن تعودوا له. قلت بأنه وزارة الداخلية أجرت استطلاعا للرأي، استطلاع سربت نتائجه إلى الصحافة، قالت فيه بأن 1 على 5% على 5 من المواطنين المغاربة سيشاركون في الانتخابات.
1 على 5 بمعنى فعلا كما خرجت النتيجة تقريبا 20% ديال المغاربة الذين شاركوا فعليا في الانتخابات. إذا نحن نريد أن نقول بأن الحزب لا يزعم أنه سيكون هو البديل التاريخي، أو كما يحلو للمغاربة أن يقولوا أمه يصبن أحسن، ولكن هو مساهمة، هو يحاول أن يكون إضافة، هو يحاول أن يعطي ويقدم ضمانات، ها هي بعضها، وسيأتي الوقت الذي نفصل فيه في هذه الضمانات. وشكرا. إذا سمح الأخ نضيف بعض الإضافات. كاين فيما يتعلق بالجهة في الحقيقة كما معروف، يعني هذه القضية ديال شخصنة هذا الموضوع هذا ماشي مهم. كاين دولة، كاين أسس، كاين مؤسسات. الجهة التي منعت هي الدولة بأجهزة ديالها. حنا شكون داخل هذه المكونات الدولة؟ خص الدولة تبحث إلا عندها شي نية مزيانة تقول شكون داخلي أنا يمنع حسب الأمة من ممارسة حقها إلى آخره إلى آخره. هذاك الشيء إشكال ديالهم هما. حنا نتعامل مع دولة عندها أجهزة وعندها قيم، فيها القانون، فيها الدستور إلى غير ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للضمانات ديال الحزب أنه يبقى على واحد المستوى معين من الجدية ومن كذا إلى غير ذلك، هذه مسألة كما حنا تنصيغوا في الأدبيات ديالنا وفي الفكرة والقاعدة الفكرية اللي كنعتمدوا تنقولوا النسبية. حنا ممكن نوليو خايبين واحد النهار صافي وخصنا نحيدوا من التاريخ. اللي خايب هي نقولوا بأن راه واخا نوليو خايبين واحد النهار غنبقاو بحال اللي دايرين شي ناس. لا، خصنا من الآن غنقولوا نهار نوليو خايبين يعني مختلفين مع هذه المبادئ راه غنحيدوا. ما حيدناش غيحيدنا التاريخ، بحال اللي الآن التاريخ يحيد أنظمة كتعتمد على البوليس وعلى السلاح وعلى النار كتحيد الآن، حيت التاريخ عنده قانونه على كل حال للأفراد وللجماعات ولغير ذلك. فإذا حنا تنقولوا حنا نسبيين الآن نؤمن بهذه الأشياء، والآن نؤمن بأننا غادي نكونوا جزء في الحل المغربي، وحنا جزء من الاجتهادات اللي كاينه في الساحه، وحنا لا ندعي اننا غادي نجزوا المشروع المجتمعي بوحدنا الى غير ذلك. ففكرنا نسبي كينبني على النسبيه في كل شيء، حتى في الفكره ديال الاستمراريه، ان واحد المرحله غادي نكونوا ماشي هما هذوك ونامنوا بنا خصنا نحيدوا. كاينين شي ناس ما تيامنوش بهذا القضيه، واخا غادي يوليو ما مزيانينش كاينين تما. شكرا. ضيعنا 40 سنه من صراع اليسار، كان معنا هنا من اليسار مع القصر، واش غادي مازال ندير واحد 40 عام اخرى بين الصراع الاسلامي في اتجاه معين مع القصر؟ يعني الوالد ديالي عاش واحد الفتره ديال الصراع اليساري مع القصر، واش حتى انا مفرض عليا انني نعيش واحد الفتره ديال الاسلامي مع القصر وباقي ما عرفناش فوق في الغرب؟ شكرا. اولا احنا كنرفضوا هذا التوصيف. ما كانش صراع بين القصر واليسار، كان صراع على القصر على اليسار. القصر هو اللي هجم على اليسار. الحسن الثاني بغى يحكم بوحده، في لحظه من اللحظات اختار انه بغى يحكم بوحده وحصل ما حصل. الان نفس الشيء. احنا ما داخلينش في الصراع مع شي احد. احنا عندنا الصراع ديالنا مع التخلف اقتصادي، تخلف في التعليم، تخلف في الصحة، ولكن من طبيعة الأشياء الأداة خصها تصوب. الأداة هي الأداة السياسية، وهذه الأداة السياسية كيخص اللي تيمارس السياسة خصو يعطي الحساب. لا قداسة مع المسؤولية ولا مسؤولية بدون المحاسبة. هذا هو شعار. احنا كنطلبوا شي حاجة اللي حق، اللي الآن دابا الشعوب كتقول عليه الموت ولا المذلة. كنطلبوا شي حاجة اللي هي حق. ما غندخلوش حنا في شي صراع، لكن حقنا لن هيهات منا الدله، رفعناها قبل البوعزيزي، فما بالك الان؟ وبالمناسبه قضيه المساومه، او حنو البارح رفضنا ان نكون مخلب قط او ان نكون اداه في اجنده معينه. نحن منين بان هذا التيار هذا، منين بان هذه المدرسه الفكريه هذه محددة التناقض الرئيسي ديالها هو الاستبداد. واليوم في عز 20 فبراير سنستمر على نفس الأمر، ونحن مصلحة شعبنا أهم من الحزب،
ولن نساوم على مصلحة شعبنا مقابل الحزب. نحن نريد شهادة ميلاد للحزب، لا نريد شهادة وفاة. كون بغيناه كون البارح شديناه. مرة أخرى حنا ما كنسعاوش للصراع، حنا ممارس علينا الاضطهاد السياسي، لأننا حزب بغى يكون مستقل، والاستقلالية عندنا شاملة، استقلالية على المخزن، على الدولة، حنا متعاقدين مع المجتمع. استقلالية على الأجنبي، على الخارج، حنا أجندة ديالنا مغربية وطنية. والاستقلالية على مركبات النفوذ، على موالين الشقير. حنا كنتعاقدوا مع شعبنا ومع مستضعفي شعبنا ومع محرومي شعبنا ومع التعبيرات السياسية على هذا المستضعفين. شكرا. الحقيقة أنا نقدر نضيف واحد الإضافة خفيفة، هي أنه من الأسئلة دائما اللي كتطرح هذه القضية ديال حينما نريد أن نطالب بإجراء إصلاحات يقولون لنا بأنه هل تريدون أن تنقصوا للملك صلاحيات وكذا. هذا سؤال يعني لا يجب أن يطرح. السؤال الذي يجب أن نطرحه هو ما هو النظام السياسي الذي يفتحنا على الديمقراطية. هذا هو النقاش هو كيف نصبح دولة ديمقراطية ببساطة. كل الأمور التي تؤدي إلى هذه النتيجة نحن لسنا كما ذكر الأخ لسنا ضد أحد، ولسنا نحن ضد الفساد، ضد الاستبداد، ضد التخلف، ضد الفقر، ضد الجوع، ضد الاعتقال بسبب الرأي أو بسبب السياسة، ضد يعني دفع الناس إلى الهجرة من الوطن. المغاربة باقين كيعطيو ظهرهم للمغرب، باقين كيهربوا وكيخويو. هذا هو اللي احنا ضده. أما أشخاص أو شيء من القبيل هذا أمر بكل صراحة لا يعنينا. نحن مضطهدون، يعني أردنا أن نؤسس حزبا سياسيا أحالنا على القضاء، لما لم ينفع الأمر دبروا لنا مكيدة سياسية أمنية وأحالنا على السجن، وربما كنا سنظل هناك حتى أجل مسمى لولا فضل الله أولا ثم 20 فبراير نضال الشعب المغربي وهذا رياح طيبة الآتية من المشرق من تونس ومصر إلى آخره، كنا سنظل في السجن ونصرخ كما نريد. ربما كانت لاحظوا معي واحد القضية أستاذ، هي أنه الأحزاب الوطنية والديمقراطية كانت ترسل مذكرات من أجل الإصلاح الديمقراطي ما قبل 20 كان لا يؤبه لها. أنا لا زلت أذكر الحزب الاشتراكي الموحد في آخر مرة قبل 20 فبراير كان قد أرسل مذكرة من أجل الإصلاح. ربما حتى رفضوا حتى استلامها على ما سمعت ربما. فكيف يتصور؟ جاءت 20 فبراير الشارع خرج كان شيء آخر بدون مذكرات بدون أي شيء. لهذا نحن نقول اليوم المغرب يجب أن ينفتح الديمقراطية، هذا هو مطلبنا. لسنا ضد أحد، احنا بغينا الديمقراطية في المغرب. كانت الديمقراطية فأهلا وسهلا، لم تكن سنناضل وسنكافح، ما بقي فينا عرق ينبض سنكون في هذه المعركة حتى آخر يعني نبض من نبضات عروقنا. هذا شيء لا نقاش فيه، ولن نفتح المغرب على ما يريده البعض. هنا حركة مقاومة سلمية مدنية، وما دبروا لنا فشل وسيفشل كل ما حاولوا ذلك، لأن أفكارنا وقيمنا هي ضد. نحن كنا نقول بأنه العنف هو سلاح العاجزين، الذي يلجأ إلى العنف وإلى القوة هو عاجز، ولذلك حينما تقمع التظاهرات هذا دليل عجز. حينما يمنع الناس من المسيرات، حينما تسخر البلطجية بالصيغة المغربية يعني بالصيغة المصرية يعني ولكن بالترجمة المغربية يعني هذا دليل عجز. حينما لا يستطيع أن يوفروا الشروط ديال أن الناس تتظاهر بشكل سلمي، مرة تسمح لك، مرة نقمعك، مرة نعتقل، مرة يسقط الآن شهداء، يسقط جرحى، اعتداءات بالمجان، هنا خلي تظاهرة، هنا ممنوع إلى آخره. ما هذه المعايير؟ احنا كنتكلموا على معيار الحرية، الناس بغات الظهر. اليوم يا أخي نحن أصبحنا في معادلة الشارع. قيمة الانتخابات في الماضي كانت ربما كانت لها قيمة، أن البرلمان كان واجهة للنضال. اليوم هناك الشارع، لسنا في حاجة اليوم إلى البرلمان. حينما نقيم الديمقراطية نعود إلى البرلمان وإلى الانتخابات. اليوم هنالك شرط تاريخي خصنا نفهموه، وهذا الشرط لا ينبغي أن يضيع من المغاربة، وسنعمل بكل ما أوتينا ألا يضيع. شكرا.
نشكر الحضور الكريم. ومن باب النسبية لا نقول أن هناك تخمة، فموعدنا مع الزمن، مع إرادة المجتمع، مع الشرعية، ومع التأسيس الشرعي. وإلى لقاء آخر بحول الله. شكرا على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.